هنعمل مع بعض الكوسة المحشية بالكفتة، وكمان صوابع كفتة جنبها وصوص احمر. اول خطوة هنجيب كوسة صغيرة جدا ونقورها من جوه، وكمان هجيب لحمة مفرومة احط عليها معلقة من الملح، واحط معاها كمان معلقة من الفلفل الاسمر، واحط كمان معاها بصلية كبيرة مبشورة، وهحط كمان معاها نص من الليمونة. الخليط ده هعجنه كويس جدا مع بعضه. هبدأ احضر الصوص اللي هيتحط على الصينية نفسها. معلقتين كبار من الصلصة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، وكمان مكعب مرق الدجاج، وهنحط كمان معاهم معلقتين كبار من الزيت. بعد كده هنضيف عليهم كوباية كبيرة من المية، ونقلب الخليط ده كله كويس ونخليه على جنب، عشان هو ده اللي هنشرب بيه الصينية بتاعتنا، مش هنحتاج اكتر من كده خالص. بعد كده بجيب الكوسة، ببدأ ادخل فيها اللحمة المفرومة الخليط اللي احنا عملناه، وببدأ بقى اعمله بالمعلقة عشان ادي مساحة ان انا ادخله بسهولة وما يضايقنيش. هعمل كل الكمية دي كده بنفس الطريقة، وهبدأ بقى بعد كده بعد ما تخلص بنبدأ بقى بنعمل ايه، برصها في صينية. انا عملت قبل كده برضو على القناة عندي الكوسة بالصوص الابيض، دي كوسة بصوص احمر. هنرصها زي ما احنا شايفين كده، ورصينا صوابع الكفتة، اصبح ان الكوسة محشية لحمة، ومن الخارج برضو صوابع الكفتة. الصوص اللي احنا عملناه ببدأ اسقيها بيه، بشربها كلها بكمية الصوص ده. هي الكوباية دي كافية جدا جدا. انا بحطها في الفرن بنفس الطريقة. هبدأ هنا اعمل بقى الطشة اللي هتدينا الصينية وتوديها لنا في ناحية تانية خالص. هبدأ احط ربع راس توم مع معلقتين زيت كبار، ومعاهم معلقة كزبرة ومعلقة كمون، وكمان معلقة من الخل. اول ما التوم بيدبل بدي معلقة الخل. ببدأ بعد كده ارش الصوص نفسه على الصينية. بعد ما برشه بدخله الفرن على درجة حرارة 250، وما بغطيهاش خالص، بسيبها بنفس الطريقة دي. بعد كده ما بتخرج بتبقى بنفس المنظر ده. ببدأ بقى ارش عليها ايه بقى، برش عليها بقدونس. ما بتاخدش مننا وقت، يعني انا تقريبا خدت مني من نص ساعة لساعة الا ربع. وحطيتها تحت الشواية بس 5 دقايق. جميلة جدا بجد، وطعمها وريحتها ما اقولكوش روعة. اتمنى منكم بجد تجربوها وتقولوا رايكم ايه. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والى اللقاء في طبخة اخرى من مطبخ امل.